لوبيا بلحمة مع رز بالشعرية من أشهر أكلات المطبخ المصري، وحقيقي أكلة كلنا اتربينا عليها وكلنا بنحبها. تعالى أقول لكم طريقتي فيها وإزاي بسويها تكون خفيفة على المعدة. أول حاجة بنقع اللوبيا على الأقل ساعتين، وبعد كده بسلقها في مية ومع كمون. بشيل طبعا أي رواسب بيضة بتطلع على الوش، وبعد كده بغسلها كويس جدا. وطبعا هنسلق اللحمة وهنعمل الرز بالشعرية. هنا ضفت قطعة كده من السمنة أو الزبدة، عليها نص كيس من الشعرية، وهفضل اقلبها لحد ما تبدأ تاخد لون حلو. انا عايزة الشعرية تاخد لون حلو بس ما تتحرقش. زي ما انتوا شايفين هي بدأت تاخد لون، كل ده على نار عالية عادي. طبعا غسلنا الرز وصلت للون اللي انا عايزاه قبل ما تاخد اللون المحمر قوي. هضيف بعد كده الرز وهضيف كمان الملح، طبعا كميات دي زي ما تحبوا. هنديهم كده تقليبة مع بعض. لازم نقلب الرز مع الشعرية مع الملح، ده هيديه الرز بتاعنا فلفلة وطعمه احلى بكتير. ما تخافوش مش هيتكسر خالص. بعد ما هديهم كده تقليبة على نار عالية، هضيف اكيد المية السخنة. المية السخنة لازم تبقى فوق الرز المصري مع الشعرية بعقلة صباع زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هتشرب كل السوائل اللي فيها او المية اللي فيها، وهغطي عليه وانقله على نار اهدى يكمل سوا. وفي الحلة على النار هضيف قطعة من الزبدة أو السمنة، عليها بصلاية متوسطة. هبدأ أقلب البصل لحد ما لونه يبدأ يغير وريحته طبعا تبدأ تطلع. أنا عايزة البصل ياخد لون أصفر بس. بعد كده محضرة هنا عصير الطماطم الفريش، وممكن كمان نستخدم الجاهز لو حابين. هضيف عليهم كده رشة من السكر عشان تعادل حموضة صوص الطماطم، وكمان صلصة الطماطم اللي احنا هنستخدمها. ضفت معلقتين من صلصة الطماطم، وبعد كده ممكن نزود طبعا لو حابين. وبعد كده هقلب كل الصوص ده مع بعضه كويس قوي لحد ما ندوب الصلصة. هضيف اكيد بعد كده اللوبيا بعد ما غسلتها كويس قوي، وهضيف كمان اللحمة اللي انا سلقتها. استخدموا اي قطعة لحمة بتحبوها، بتبقى حلوة قوي مع الموزة او السن، بتطلع حلوة جدا قطعية السن او الموزة. طبعا اللحمة اتسلقت 3/4 سوا، وكمان اللوبيا بقت 3/4 سوا. هنتبل بملح وفلفل وكمون بس، حابين اي اضافات تانية براحتكم. هضيف هنا حوالي كوبايتين من شوربة اللحمة اللي احنا سلقناها، ممكن نزود طبعا لو حابين. وهسيب اللحمة مع اللوبيا مع الخليط بتاعنا ده كله يستوي. هغطي واسيبه يستوي على نار متوسطة. وده شكلها بعد ما استوت. طبعا ممكن نزود السوائل اكتر لو حابين، بس انا بحبها بالشكل ده. والريحة خطيرة. قدمتها طبعا مع الرز اللي احنا عملناه، وبالنسبة لي دي احلى اكلة من اكلات الطفولة. جربوها بطريقتي ومتأكدة هتحبوها، وقولولي لو بتعملوها بطريقة تانية. ولو اول مرة بتشوفوني ما تنسوش تعملوا فولو وسبسكرايب للقناة. ولو عجبكم فيديو النهاردة ما تنسوش تعملوا له لايك وشير لكل حبايبكم، ومستنية كل تطبيقاتكم.